والآن مع الشاعر وليد المليجي. اتفضل أستاذ وليد. قلبي في بعدك كما الطير اللي مات فرخه. قلبي في بعدك كما الطير اللي مات فرخه، أما الجناح انكسر يبكي وجع ملخه. بعدها تقول الوداع والحب اسمه قدر، ده اللي اندبح يا قمر ما يخشى من سلخه. قصيدة عامية بعنوان الجرس. دق الجرس وطلعنا نجري على الطابور، الكل واقف في ثبات، آية وحديث، حكمة وكلمة وتعليمات. وفي لحظة كنا في الفصول، الأبلة كانت أمنا، كانت إمام بأمنا. فجأة تقول كل انتباه، اكتب في وسط السطر مدرسة الحياة. قلت مش فاهم يا أبلة يعني إيه؟ ردت الأبلة عليا مدرسة أبوابها فاتحة للجميع، اللي يتعلم يفوز واللي يجهلها يضيع، اللي ماشي على السطور واللي ماشي جنب منها، اللي غايب مش مذاكر واللي حاضر عقله فاكر، اللي هامل فيها فاشل واللي ذاكر فيها ينجح، في النهاية كله مروح. قلت أبلة كله مروح بس من غير الجرس. لا يا ابني، في الحياة مليون جرس. لما صبحك يبقى ليل تشتكي من وحدتك وانت عليل، وانت في عز النهار عايز دليل. لما بحرك تختفي منه شطوطه والزمن يرسم على جبينك خطوطه، لما توبك تنسحب منه خيوطه، لما جسمك ينحني من غير رجوع، لما يبقى الكل واقف وانت في وضع الركوع، لما تبقى ايدك العاجزة عيونك. لا لما عقلك يوم يخونك، لما بتكلم جدودك كل شيء ماشي بدونك، لما تتغير ملامحك، لما تحزن على اللي ماتوا قبل ما تسمع مسامحك، تشكي ضعفك وانت يوم كنت الفرس، يبقى خلاص دق الجرس. شكرا جزيلا للشاعر وليد المليجي.